قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد. هذه قصة الناسك المتعبد. هو ربيعة بن عامر الدارمي، وغلب عليه لقب مسكين الدارمي، وهو شاعر شريف الأصل والنسب، عاش في فترة الخلافة الأموية في الكوفة، وكان شاعرا معروفا وسط كبار شعراء عصره، حتى أن الفرزدق كان يخشى مواجهته، كما كان من المقربين إلى الخليفة، الشيء الذي فتح عليه أبواب الأعطية والعيش الرغيد، وانعكف في أواخر حياته إلى العبادة والصلاة والزهد، حتى وقع له هذا الحادث الطريف، وهو معرض قصتنا وموضوعنا. قدم أحد التجار إلى المدينة المنورة وبيده سلة من الخمر السود، جمع خمار، فلم يجد لها طالبا ولا شاريا، وظل طوال نهاره يجتهد بكل حيلة لبيع سلعته، فلم يبع منها شيئا، فجلس مغتما مهموما، وضاق صدره لذلك ضيقا شديدا، فأشار إليه أحدهم وقال: إذا أردت أن تبيع خمرك فاقصد مسكين الدارمي فهو خلاصك. ونفتح هنا قوس لإشارة تاريخية نعلل بها سبب الإشارة إليه. فالشاعر مسكين الدارمي كان مشهورا بظرافته وغزله، وإلى جانب ذلك كان حريصا على المال، سريع الجواب والبديهة بين أقرانه. نعود لقصتنا، حيث قصد التاجر المسكين مسكين الدارمي فوجده قد تزهد وانقطع في المسجد، يعني تاب، فأتاه وقص عليه القصة، فامتنع مسكين بحجة أنه انقطع عن هذه الأمور وزهد عنها، فقال له التاجر والحزن صير قلبه: أنا رجل غريب وليس لي بضاعة سوى هذا الحنب، ورجاه وتوسله حتى أقنعه. فخرج مسكين من المسجد وعمل هذه الأبيات وشهرها بين الناس، وهي: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد. قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد. ردي عليه صلاته وصيامه، لا تقتليه بحق دين محمد. فكانت هذه الأبيات أول إعلان وإشهار في التاريخ، فشاع بين الناس خبر أن مسكين الدارمي عاد إلى مجونه وعشق فتاة ذات خمار أسود، فانكبت النساء يشترين الخمر السود، وباعها التاجر بأضعاف ثمنها، وعاد إلى دياره غانما مبتهجا، وعاد مسكين بدوره إلى تعبده ونسكه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا